بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي المتابعين الكرام، زي ما احنا عارفين انتهى الدوري بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة للنادي الزمالك. الاهلي امبارح كان بيلاعب فريق مودرن سبورت وتلقى الهزيمة الثانية او الثالثة تقريبا للدوري، حقق 75 هدف وده من اعلى نسب تهديفية للنادي الاهلي. كمان نادي الزمالك انهى الدوري بتعادل مع نادي البلدية 2-2. طيب، ايه الحاجه المشتركه ما بين المباراتين؟ اللي كان الحاجه المشتركه اللي ما بين المباراتين ان الفرقتين بيجربوا الناشئين. طيب، عايز اتكلم بس معاكم بالراحه كده. بالنسبه لناشئين النادي الاهلي، لو ناخد بالنا من حاجه مهمه خالص عشان ما نقولش ان ناشئين الاهلي اقوى، ناشئين الزمالك اضعف، ناشئين الزمالك اقوى، ناشئين الزمالك الاهلي اضعف. لا، تجربه النادي الاهلي ممكن تبان في النور شويه لان النتائج كانت مساعده والجمهور كان مبسوط وعارف ومستحمل اخطاء فرقته ومستحمل اخطاء الناشئين. لكن في العموم بعد الثلاث مباريات، لا، ناشئين الاهلي مش احسن حاجه، مش افضل حال كتير من ناشئين نادي الزمالك. وده اذا ثبت يثبت ان الناشئين في الفرقتين الكبار اللي موجودين لا مستواهم ضعيف. ما بالك باقي الانديه هيبقى مستوى الناشئين عندهم ازاي؟ ولازم الانديه واتحاد الكوره يدور ازاي يطور الناشئين، يطور الناشئين مهارات، تغذيه، اللعيبه لازم تكون صحيا اقوى، لازم يكون باصص كويس ان اللعيبه اللي بتلعب اللي عندها 21 سنه و20 سنه انهي مستوى من اللعيبه دي مش يقدر يحترف حتى في الدوري المجري، في الدوري الروسي، يقدر يحترف في اي دوري. ده معناه ان في مشكله اللعيب اللي عنده 20 سنه 21 سنه ولسه مش باين. لا، الامور صعبه صعبه، ولازم نبقى واخدين بالنا ان الفرق ما بين المنتخب المغربي وما بين الجمعيه اللي بتدير المغرب وما بين اتحاد الكوره ازاي تركز على الناشئين. حتى اللاعب محمد عبد الله، مش ما بنقولش كلام عشان نهبط من اللاعب، بس حتى محمد عبد الله لا، ده محتاج لياقه كتير ومحتاج تغذيه احسن. ولازم يكون في فكر، لازم يجي نادي زي نادي الزمالك يبقى يدور بفكر خارج الصندوق، والنادي الاهلي يدور بفكر خارج الصندوق. مش فكره ان اعمل بس افتح باب قبول ناشئين واستماره في النادي، لا، لازم يكون عنده كشافين، لازم يجيب لاعب من اللعيبه القديمه يكون مسؤول لمده شهر شهرين، هو موجود داخل محافظه يقدر يبقى موجود فيها. احنا خلاص تمام، وزير التربيه والتعليم بيجتهد انه يبقى في انضباط في حضور في المدرسه. خلاص نستغل المدارس، ونستغل المدارس اللي فيها اماكن الولاد يقدروا يمارسوا الرياضه فيها بايا كان النوع الرياضه، كره قدم، كره يد، ايا كان نوع الرياضه اللي موجوده. ولازم يكون في حد من الانديه ينزل بنفسه ان شاء الله يكون نادي كبير زي النادي الاهلي ونادي الزمالك مع شركات دعايه يقدروا ياخدوا محافظه، يبداوا بمحافظه يطوروا فيها الملاعب اللي موجوده، يستخدموها كدعايه للشركات، يقدروا يطوروها، يقدروا يتابعوا جوه المدارس، هيبقى فيه اهتمام، هيبقى العين موجوده، بدل ما يبقى فيه اسره مش قادره تسفر ابنها انه يروح يعمل اختبارات في النادي الاهلي او في النادي الزمالك وهيبات فين في القاهره. لا، يكون الكشاف موجود داخل المدرسه وداخل المحافظه، فيبقى قاعد شهر 2 3 بيجتهد في المرحله الاعداديه، في المرحله الثانويه، قادر يطلع. احنا شايفين لامين يامال 16 سنه وبيظهر موهبته، ده معناه انه بيوازي طالب عندنا في المرحله الاعداديه. يبقى لازم العين توصل، ولازم العين الكشافين يشتغلوا. فانا رايي ان الناشئين النادي الاهلي الكلام عليهم كويس لان النتائج مساعده، لكن ما يفرقوش كتير عن الناشئين اللي كان بيجربهم سوارش. لو الاهلي كان عنده ضغط المباريات وكان خسران الدوري وكان بيلاعب الناشئين، لا، النتائج كانت هتبقى سيئه. احنا بس شفنا ان لما الكابتن طلعت يوسف بدا يستخدم القوه الضربه اللي عنده، هو قدر يكسب. مالناش، سيبك بقى من فرحه قد ايه وهم فرحانين ان هم كسبانين حقهم، هو بيكسب النادي الاهلي والتاريخ هيكتب انه كسبان النادي الاهلي بناشئين من غير ناشئين، زي ما التاريخ هيكتب لبلديه هبط ما هبطش لكن هو متعادل مع الزمالك ومتعادل مع الزمالك 2-2. يبقى هنا الناس يهمها النتيجه في الاخر. انا ككشف حساب للناشئين في الفرقتين، وده اول بند انا هتكلم فيه، انا ان شاء الله بند هنتكلمه في فيديو كشف الحساب. الاثنين ناشئين الفرقتين لا، ما عندهمش ناشئين يوقفوا على رجليهم، ما عندهمش ناشئين يقدروا يشيلوا فرقه، ما عندهمش ناشئين نكون شايفين